السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. حلقة جديدة من الكورة مع ديشا. النهاردة عندنا تفاصيل كتير، عندنا اخبار كتير، عندنا حكايات، صفقات، انتقالات. كل الاخبار دي هنعرفها في الفيديو ده. فلو انت لسه جديد وما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك وتقولي رأيك في الحلقة في كومنت. اول موضوع عندنا انتقال محمد عبد المنعم لنادي نيس الفرنسي. الفترة الأخيرة كل شويه محمد عبد المنعم رايح نيس، محمد عبد المنعم هيوصل بكره فرنسا، محمد عبد المنعم وصل فرنسا، محمد عبد المنعم اكتسب الكشف الطبي، محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم. طب ايه الحكايه؟ الحكايه كلها ان كان في مشكله في اصدار التاشيره الخاصه بسفر محمد عبد المنعم لفرنسا. ليه؟ لان في هناك في فرنسا او في دول الاتحاد الاوروبي عموما بيبقى ان تاشيره اللاعب اللي جاي من دوله اخرى بتبقى تاشيره عمل مش تاشيره سياحه. تمام. فعلى ما خلصوا موضوع التأشيرة وأصدروا التأشيرة بالفعل، النهاردة تم إصدار التأشيرة وطلعت تقارير صحفية فرنسية قالت إن محمد عبد المنعم هيكون موجود خلال الساعات القادمة في فرنسا لإتمام التعاقد والتقديم الرسمي لنادي نيس الفرنسي. تمام. يعني خلاص كلها ساعات قليلة، ممكن بكرة الصبح يتم الإعلان عن صفقة انتقال محمد عبد المنعم لاعب رسمي لنادي نيس الفرنسي. ده أول خبر معانا. خبر تاني، في تقارير صحفية سعودية قالت إن نادي الخلود السعودي مهتم بالتعاقد مع بيرسيتاو. الحكاية المشكلة في قصة بيرسيتاو إن اللاعب مش راضي يطلع، فبالتالي مش عارف يفضي مكان في النادي الأهلي تمام لمحترف أجنبي آخر، وخصوصا إن الراجل مش هيعتمد عليه، مستر كولر مش هيعتمد عليه في الموسم الجاي. تمام. بس الحكايه هنا لو بيرسيتاو خرج، مين الوينج اللي هيحل مكانه؟ احنا خرجنا عبد القادر، تمام، كريم فؤاد مصاب، ما عندناش في الناحيه الثانيه. لو خرجنا بيرسيتاو هيبقى فاضل ايه؟ فاضل رضا سليم، فاضل حسين الشحات، فاضل طاهر محمد طاهر. وانا بالنسبه لي طاهر محمد طاهر يعني مستواه اقل من النادي الاهلي بصراحه، مع احترامي الشخصي ليه، لكن انا بتكلم كوره وفني، مستواه اقل من النادي الاهلي. فانت دلوقتي عندك جناحين موجودين على الناحيه الشمال. طيب الناحيه اليمين مين اللي هيلعب عليها لو بيرسيتاو ماشي؟ وفي نفس الوقت بيرسيتاو مستواه متراجع تمام عن الموسم اللي فات. صفقه محمد علي بن رمضان، صفقه محمد علي بن رمضان تقريبا 99% النادي اتفق على كل حاجه مع اللاعب، النادي اتفق مع كل حاجه مع النادي المجري. اللاعب هيكون موجود في خلال ايام بسيطه جدا، لان خلاص فاضل على قفل القيد حوالي 4 أو 5 أيام. بس هي المشكله العائق الوحيد خروج بيرسيتاو. بيرسيتاو مكوينه مدرب المدير الفني النادي الوداد الرياضي موصي ان هو يجي، وتقريبا حصل ما بينهم كلام، واللاعب بيدرس ان هو ينتقل لصفوف النادي الوداد البيضاوي المغربي. تمام. في تقارير تانية قالت ان هو نادي الخلود السعودي زي ما قلت لك مهتم بيه. طيب بيرسيتاو رايح فين؟ جاي منين؟ قاعد ماشي؟ ده اللي هنعرفه في الايام اللي جايه، بس الايام القليله اللي جايه. تمام. دي حاجه. تالت موضوع حكايه اسامه فيصل. معلش انا دلوقتي رفضت، انا كنادي اهلي تمام، عندي اسامه ابو علي مهاجم كنا بندور عليه من ايام، يعني ممكن اقول لك بعد امام متعب مفيش مهاجم شارب جه زي مثلا ايه وليد ازارو. ممكن الفتره بتاعت وليد ازارو، بعد وليد ازارو ما جالناش مهاجم نعتمد عليه نقول هو ده مهاجم النادي الاهلي، مهاجم شارب، مهاجم قوي، مهاجم عنده بيجيب اهداف من اي حته، بيتمركز صح، بيقف صح، كل حاجه، كل الكلام دوت. ما عندناش غير اسامه ابو علي. طيب ماشي، انا دلوقتي رفضت لاعب زي عمر فرج عشان جنسيته فلسطيني، رفضت زي يوسف ساليتش فلسطيني، تمام، اروح اجيب اسامه فيصل او اروح اهتم باسامه فيصل ان انا اتعاقد معاه. خلي بالك الاهتمام باسامه فيصل ما كانش من ايام دي، لا، اهتمام اسامه فيصل تقريبا من نهايه الموسم اللي فات او من انتقالات يناير اللي فاتت. تمام. وحصل كلام وحصل اتصال مع اللاعب وتواصل مع اللاعب، وطبعا اللاعب مرحب جدا ان هو يلعب في صفوف النادي الاهلي. بس الفكره كلها ان رئيس نادي البنك الاهلي النهارده طلع قال اسامه فيصل ليس للبيع، البنك الاهلي مش هيستغنى عنه. طيب انت دلوقتي هتجيب مهاجم مين؟ هل هتجيب مهاجم افريقي؟ طب لو جبت مهاجم افريقي او مهاجم اجنبي هتسجله ازاي؟ عندك برضو لو انت جبت مهاجم افريقي يبقى هتستغنى كده عن صفقه محمد علي بن رمضان. تمام. ليه؟ لان عدد الاجانب، خصوصا ما تنساش ان انت عندك علي معلول خلاص، يعني تقريبا في اخر الشهر الجاي او شهر 10، اخر شهر 10 اول شهر 11 هيكون جاهز بنسبه 100%، بس انت مش هتعرف طبعا تسجله غير في يناير. تمام. فلما يجي وقت يناير نشوف مين هيفضل مين هيمشي عشان نسجل. طبعا علي معلول لا غنى عنه مهما كبر مهما تقدم في العمر، بس علي معلول لازم يكون موجود في صفوف الفريق، لازم يكون موجود في الملعب. تمام. اخر موضوع معانا موضوع اشرف بن شرقي. موضوع اشرف بن شرقي ده بقى ركز معايا كده، ولو ما عملتش لايك ما تنساش تعمله. تمام. اشرف بن شرقي الساعات الاخيره طلع كلام ان اشرف بن شرقي خلاص
هيمضي للزمالك او مضى بالفعل خلاص للزمالك. اللاعب جاي القاهره عشان ينضم لنادي الزمالك ويعلن عنه. مين هيتدخل يدفع فلوس؟ مش عارف، اشرف بن شرقي. الحكايه كلام كتير ظهر الفتره الاخيره على موضوع اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي السيزون ده مش هيبقى موجود في الزمالك قولا واحدا. اللاعب ما اتفقش مع نادي الزمالك على المقابل المادي اللي هياخده. كان محتاج منحة تعاقد او في اول قبل ما يمضي العقد من 500 ل 700 الف دولار عشان يتم التعاقد معاه. تمام، خصوصا ان المرتب بتاعه وصل من مليون و100 الف دولار حاجه زي كده. تمام، فهو محتاج على الاقل خالص 50% من قيمه العقد بتاعه مقدم عشان يمضي العقد. يعني هو مش هيمضي العقد الاول بعد كده ياخد المقدم، لا ده هو عشان يمضي العقد ياخد المقدم. طيب ايه اللي تم؟ وكيل اللاعب طلع من شويه قال ان اللاعب مش هيكون موجود في صفوف نادي الزمالك الموسم دوت عشان حصل بعض الخلافات على الحصول على المبلغ المستحق او على المبلغ اللي اشرف بن شرقي طالبه. نادي الزمالك شايف ان المبلغ كبير. نادي الزمالك عندهم مشكله زيزو لسه هنتكلم فيها في الحلقات الجايه. في مشكله حصلت برضو النهارده سريعا كده، لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك للفيفا للحصول على مستحقاته المتاخره قيمتها تقريبا 550 الف دولار. بقاله 6 شهور ما بيقبضش. تمام، اللاعب مقدم الشكوى دي من امتى؟ من 10 ايام. ايه اللي هيتم الايام الجايه؟ ايه اللي هيبقى موجود سواء في النادي الاهلي سواء في نادي الزمالك؟ ما تنساش ان المنتخب هيلعب الفتره الجايه ولازم نركز على المنتخب بغض النظر بقى عن الاختيارات وعن الكلام ده كله. تمام، وان شاء الله التوفيق للجميع. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحلقه تكون عجبتكم. اشوفكم في حلقات تانيه جايه كتير. سلام عليكم.